الدنيا محطات. الدنيا في ستاسيون تعيشها، ستاسيون تاع لا جونيس تاع الشيخوخه، ستاسيون تاع تولي راجل كبير. إن عطى إذا كان ربي عطالك كما قلت القبيلية توزيع الأعمار. تزوج البارح العيد، اليوم العيد وغدوة العيد. شحال من الناس ما حضروش معانا، شحال من الناس يسمعوا معانا من العائلة تاعنا ماتوا بسبب تاع الكوفيد. كم فقدت الأمة والجزيرة والعالم من أكفاء، من دكاترة، من بروفيسور، آبائنا، شيوخ صغار. صار هذا الوباء، هذا المرض. هذه الأمور سنن لابد أن نرجع بها إلى الله، فنكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، نكثر من ترك الأنانيات، ترك الأمور الشخصية جانبا، خدمة الصالح العام تحقيقا للمصلحة. ولا إنسان يدخل قبرك والله ما يكتب حتى واحد. الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين. يدخل الإنسان داخل القبر بتاعو ربي يحاسبك على واش راك تدير، على واش راك تنشر، على واش راك تستمر، على واش راك تسعى يا عبد الله. الدنيا زائلة فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. كلنا مضربون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. إخوة الإيمان، ونحن في العشر الأوائل من شهر الحجة، ونحن على أبواب ماذا؟ على أبواب عيد الأضحى المبارك. كم من عائلات شردت، كم من عائلات مزقت، كم من أناس فقدوا مناصب عملهم جراء هذا الوباء، جراء غلق الشركات، جراء إفلاس الشركات، جراء عدم وجود العمل، جراء هذه الأزمة العالمية. كم من أناس يستغيثون، يطلبون، يقولون يا مؤمن، يا مؤمن، يا تقي الله أغثنا. التقوى الحقيقية، الطاعة الحقيقية هو المؤمن الذي يحس بإخوانه المؤمنين، الجائعين، السكالى، اليتامى، المرضى. هو الإنسان الذي يساعد هؤلاء، هو الإنسان الذي يتصدق على هؤلاء، هو الإنسان الذي يرفع العزمة على هؤلاء. تذكروا قول سيد البشرية: من ستر مسلما ستره الله، من كان في عون العبد كان الله عز وجل في عون أخيه. من سار في راتب، من سعى بين الناس في الإصلاح، في الصدقة، من سار بين الناس جابرا للخواطر، أدركه الله عز وجل من جل المخاطر. فيا عبد الله، إن أردت شفاعة النبي، إن أردت أن تدرك بحفظ الله عز وجل، عليك أن توسع على الفقراء، أن تساعد عباد الله، أن تتراحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الكلمة الطيبة الصدقة، ترك المراء والجدال، ترك الفتن إلى غير ذلك من الأمور. كل هذه الأمور يرحمنا بها الله عز وجل، يرفع عنا هذا الوباء. القصة كامل تعرفوها، كشكول تاع ليلة القدر. خرج النبي عليه السلام باش يخبرنا وقتاش ليلة القدر، وقال زوج تاع الناس يتخاصموا، فرفع الله عز وجل ليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، تجتنب الخصام والجدال والمراء. تواضعوا، كل انسان يترك في سبيل الله ما قد يعوضه له المولى تبارك وتعالى.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الداء، اللهم أنزل علينا الشفاء. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب العالمين ارحمنا في الشيوخ والرفع، اللهم ارحمنا يا رب العالمين بفضل البهائم الرفع. اللهم ارحمنا يا رب العالمين بفضل يا رب العالمين الصبيان الرضع. اللهم لا تؤاخذنا يا رب العالمين بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نسالك رحمه واسعه تهدي بها قلوبنا وتشفي بها مرضانا وتجمع بها شملنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اليك نستغيث، اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا برحمتك رحمه قلوبنا فان قلوبنا إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.